بتسير من سيء إلى أسوأ. في حاجات غريبة بتحصل في الحي بتاعي، بوستات زيادة عن الست اللي راسها متركبة بالعكس وعمود النور اللي بيتحرك من مكانه، وفي بوستات عن حاجات جديدة كمان، مجموعة من الناس من غير جلد مولعين نار، ما بقاش شخص واحد دلوقت، وبوست عن بيت بياكل البيوت التانية وبيضيفهم لنفسه. طبعا أنا بقالي فترة طويلة ما قريتش جورنال نص الليل، فمعرفش حقيقة اللي مكتوب في البوستات دي هل ليها علاقة بيه فعلا ولا ايه الموضوع بالظبط. البوستات دي كان معظمها متشير في جروب الحي بتاع والدي، أو طبعا أقصد الحي بتاعي دلوقتي. عامة هبقى أعمل لكم أبديت لما أوصل لمعلومات بجد، مش مجرد ناس بتسأل إذا كان حد تاني سمع عن الحاجات دي. عن نفسي أنا بحاول أحذرهم، بنصحهم ما يقروش الجورنال، يتجاهلوا ال3 دقات على باب بيتهم عند نص الليل. بس أعتقد إن الكلام ده خلاهم يشكوا إن أنا المسؤول عن اللي بيحصل. امبارح كنت بتمشى في الحي وشفت نظرات الشك في عينيهم، أو بس يعرفوا زي ما انتوا عارفين إن في يوم من الأيام كنت زيهم. عامة ده اللي مكتوب في الجزء اللي هقراه لكم النهارده من مذكرات والدي. بعد أسبوع من وقت ما آخر جورنان وصلني، سمعت 3 دقات على باب بيتي. ما اتفاجئتش، بالعكس أنا كنت قاعد ورا الباب مستنيه. اتبعت الروتين المعتاد اللي دلوقتي اتحول وبقى نوع من الطقوس، طقس مش المفروض أشارك فيه، ومع كده ما قدرتش أمنع نفسي إني أعمله. أنا فضلت مستنيه سنين عشان يرجع، عشان أبقى في مرمى نيرانه تاني. ودلوقتي لما رجع بقى قدامي فرصة أعمل حاجة عشان أوقفه، بس في الأول لازم أقراه طبعا. فكيت اللفة السوداء وقريت الكلمات المكتوبة بالأبيض. تجديد محطة أتوبيس تم استهدافها بواسطة مخرب مريض عقليا. محطة الأتوبيس القريبة من تقاطع شارع فراغ مع شارع فراغ أصبحت مصدر للتلوث البصري في مدينة فراغ. بعد ما طلبات كتير اتقدمت لبلدية المدينة والتماسات انتشرت على الإنترنت، وبعد الحملات اللي اتعملت لجمع التبرعات، مجلس المدينة أعلن إنه مش بس هيجدد المحطة، لأ، كمان هيزود الإضاءة المحيطة بيها وهيزود كاميرات المراقبة. عضو من مجلس المدينة قال في تصريح مهم: إحنا هنتعاون مع إدارة التنمية السكانية وإدارة الأعمال العامة عشان نجدد محطة الأتوبيس المذكورة. أحب أشكر كل أعضاء مجتمعنا اللي أعلنوا رفضهم لتخريب محطة الأتوبيس، وعاوز أعلن بكل وضوح إن مدينتنا مش هتسمح بتشويه خدماتها العامة برسائل الحقد والكراهية والرسومات اللي بتشجع على العنف. أكيد الخبر ده كان مريح لأهالي مدينة فراغ. واحد من الأهالي المحبطين اللي بيركبوا الأتوبيس من المحطة دي قال: أنا مبسوط جدا إنهم هينظفوا المحطة وهيركبوا فيها كاميرات. كل يوم كنا بنعدي على المحطة دي كان بيبقى فيه شيء جديد أبشع من اللي قبله. إحنا مش محتاجين نشوف القرف ده كل يوم قبل ما نروح شغلنا. واقع محزن إن الخدمات العامة زي ماكينات ATM ومحطات الأتوبيس والمقاعد العامة وحتى محطات المترو بتتعرض لعمليات تخريب. ظاهرة غريبة جدا، لأن غالبا المخرب بيبقى ساكن في نفس المنطقة وبيستفيد من الخدمات دي في حياته اليومية. ممكن يكون المخرب بيعمل كده كنوع من الاحتجاج على المجتمع، أو ممكن يكون بيبعت رسالة. مثلا واحدة من الرسائل اللي اتنحتت على جدار محطة الأتوبيس كانت: خمن مين اللي هيدمر العالم. السيدة فراغ، واحدة من سكان المدينة اللي قادت حملة جمع التبرعات عشان تجديد المحطة، بتقول:
أعتقد إن الموضوع ابتدى من شهر تقريبا، لما لاحظنا أول أعمال التخريب. أنا بركب الأتوبيس كل يوم عشان أروح الشغل زي أغلب الناس هنا. الوقت كان بدري والدنيا كانت لسه مظلمة. أنا وصاحبتي قعدنا على كرسي المحطة لما لفت وشاورت على الجرافيتي اللي مرسوم على جدار من الجدران. كان عبارة عن شجرة، ناس متعلقين ومشنوقين من فروعها. كانت رسمة بشعة مليانة بالكراهية. الجرافيتي اللي حكت عنه السيدة المحترمة كان عبارة عن أشخاص مشنوقين ولابسين أخضر، في إيديهم بنادق أو ممكن يكون نوع من أنواع الأسلحة. في ناس فسرت الرسمة على إنها رسالة من رسائل الكره والعنصرية، وفي ناس فسرت الموضوع بكل بساطة بإن الأشخاص المتعلقين جنود. بعد ما تم إبلاغ السلطات، تمت إزالة الجرافيتي في ظهر نفس اليوم عشان مستخدمين الأتوبيس ما يضطروش يشوفوا المنظر البشع ده وهم راجعين من شغلهم. بعد أيام قليلة، محطة الأتوبيس اتعرضت لتخريب تاني. الرسومات كانت أبشع من المرة اللي قبلها. كانت عبارة عن جثث غرقانة في دمها. الجثث كانت مرسومة باللون الأبيض، مرشوش عليها باللون الأحمر اللي بيمثل نزيف الدم اللي بيخرج منها. ورا الجثث كان في بيت صغير مرسوم باللون الأسود، مرشوش عليه أشكال باللون الأصفر كأنها ألسنة لهب، كأن البيت بيتحرق. تمت إزالة الجرافيتي مرة تانية عشان على طول بعد يومين يترسم مكانه شكل تالت. كان عبارة عن شريط البوليس الأصفر اللي بيحدد مناطق الجرايم، وعشرات من الأشخاص اللي لابسين لبس الجيش المموه وشايلين أسلحة. جنود تاني، بس المرة دي مرسوم معاهم شريط أصفر. آراء الناس ابتدت تتحول من إن دي مجرد أعمال تخريب المقصود بيها إزعاجهم، لإنها رسومات ممكن يكون المقصود بيها إنها توصل رسالة. الموضوع ابتدى يجذب المجتمع الفني اللي وصفها بإنها رسومات جريئة سريالية وعميقة، وابتدى يقارنها برسومات فنانين مشاهير. في يوم والناس رايحة عشان تركب الأتوبيس وتروح شغلها، اتفاجئوا برسومات مغطية كل سنتي من المحطة. رسومات بشعة لناس عريانة بتاكل بعض. اللون الأحمر كان نازل من الجثث، كان في ناس تانية مولعة نار. اللون الأحمر والأسود كانوا مرشوشين فوق بعض عشان يظهروا تفحم الأجسام، واللون الأصفر كان راسم أشكال لهب بتاكل جلدهم. كان في شكل أسود مبهم طاير فوق الفوضى دي، وشائق بطنه عشان يخرج من بين أحشائه عمود نور وآلة كاتبة سودة ومشارط جراحية عليها دم وجيش. اللون الأحمر كان ملون الجزء اللي تحت من محطة الأتوبيس، ممكن يكون المقصود بيه الدم أو الحمم البركانية اللي بتخرج من الأرض السوداء المشققة. كان كابوس مريع بشع، بس في نفس الوقت ده ما منعش ناس معينة إنها تعجب بيه. النقاد الفنيين كتبوا عن الرسومات دي وأشادوا بيها، ده حتى قارنوها برسومات جويا وبيكاسو. واحد من النقاد قال: لا لا لا، دي تحفة فنية، تحفة فنية بتمثل عبثية ووحشية المجتمع، الوحشية اللي بنحاول نتجاهلها ومع كده بتفضل مستخبية تحت جلد حضارتنا. الرسومات مليانة بالوحشية، الدم كتير، أيوة، العري زيادة، مظبوط، وهي دي بالظبط الرسالة اللي الفنان بيحاول يوصلها. بس طبعا رأي الناس اللي بتستخدم محطة الأتوبيس كان مختلف. قالت: الرسومات دي قبيحة، أنا مش عاوزة ولادي يشوفوا موت ودمار ودم وناس عريانة. عاوز تعمل فن اعمله في حتة تانية، الناس بتستخدم المحطة دي كل يوم. دلوقتي أنا ما بعرفش أقعد جوه المحطة عشان أحتمي من المطر أو البرد من كتر الناس اللي موجودة على طول، الناس اللي بتاخد صور. واحد من أهالي المدينة قال: هو
هو البوليس فين ها؟ ازاي ما قبضوش على اللي عمل كده؟ بص على الرسومات، اكيد الموضوع خد من اللي رسمها ساعات، ومع كده ازاي محدش شافه؟ ازاي ما اتقبضش عليه؟ زي ما كان في ناس بين قوسين أهل المنطقة معتبرين اللي بيعمل كده اتخطى كل الخطوط الحمراء، كان في ناس تانية معتبرينه فنان وإنه بيدي قيمة للمكان ده برسوماته، سواء كانت الرسومات دي بشعة أو لأ. بس قريب الجرافيتي هيتغير، وكل الناس هتجمع على إن اللي بيعمل كده فعلا اتخطى كل الخطوط الحمراء. وده رغم إن قبل كده في ناس عرضت مئات الآلاف عشان تشتري محطة الأتوبيس كلها كده على بعضها. بس طبعا المسؤولين أزالوا الرسومات وركبوا كاميرا مراقبة عشان يمسكوا المخرب متلبس. اللي حصل في الليلة دي ما كانش واضح، وده عشان سلطات الأمن ما أفصحتش عن أي معلومات. بس أول ما شمس الصبح أشرقت على المحطة كشفت عن عمل تخريبي تاني، رسومات على الحوايط، على الكراسي، حتى على الرصيف اللي حوالين المحطة. لو شفتوا الجرافيتي من بعيد هتفتكروا إنكم شايفين رسومات دواير صغيرة كتير بألوان مختلفة. بس لما هتقربوا أكتر هتكتشفوا إن الدواير دي وشوش. كان في مئات، لأ آلاف الوشوش، كانت تفاصيلهم واضحة زي ما يكونوا مرسومين بقلم مش مرشوشين. كان في وشوش سليمة، وكان في وشوش تانية فيها مشاكل، زي جروح، كدمات، حروق، أو حتت لحم متشالة من مكانها. بس كل الوشوش كانت عينيها مقفولة. شخص صرخ بدهشة، وشخص معرفش ياخد نفسه، وشخص خد صورة. والحقيقة المؤلمة ابتدت تظهر واحدة واحدة. دي ما كانتش أي وشوش، دي كانت وشوش حقيقية للناس اللي عايشة في الحي ده. دلوقت خلاص ما بقاش في ناس بتمدح فن المخرب. رئيس الشرطة قال في تصريح للصحفيين: احنا في الأول كنا فاكرين إن دي مجرد أعمال تخريب عادية، بس الموضوع دلوقتي اتطور وبقى جريمة خطيرة. المجرم مش بس خرب الملكية العامة، لا، ده رسم وشوش الناس اللي ساكنة في الحي وعليها آثار جروح، وده يعتبر نوع من أنواع التهديد والتحرش. احنا بنحقق في الموضوع وبنوعدكم إننا هنقبض على المجرم في أقرب وقت. وبالفعل التواجد الأمني زاد في المنطقة، والجرافيتي تمت إزالته. وواضح إن بالوضع الجديد ده المخرب مش هيعرف يرسم أي رسومات تانية. وفعلا هو ده اللي حصل. آخر رسمة اترسمت كانت رسمة الوشوش، بس كان في سر في الرسمة دي، سر محدش على الأرض خد باله منه، عشان كانوا بيبصوا من الزاوية الغلط. ساكن من سكان المنطقة طير الدرون بتاعه فوق محطة الأتوبيس، كان بيحاول يصور الجرافيتي قبل ما تتم إزالته، وعلى طول الفيديو اللي صوره انتشر على الإنترنت. الفيديو كان مبين وشوش تانية، وشوش مرسومة على سطح المحطة وعلى أسطح المباني القريبة. بس مش هو ده اللي صدم اللي بيتفرجوا على الفيديو، اللي صدمهم فعلا الشكل اللي كانت الوشوش مكوناه. الشكل اللي بان لما اتصور من فوق كان شكل ضخم الإنسان، سيلويت لشخص، كل وش من الوشوش بيشارك في تشكيل جزء من جسمه. بعد أسابيع قليلة مجلس المدينة بدأ أعمال تجديد المحطة هيتم تغيير شكلها بالكامل لأول مرة من سنة 2006. هتتهد وتتبني من جديد، وهيزودوا إضاءتها، وهيركبوا فيها كاميرات مراقبة، ودوريات الشرطة هتمر عليها بشكل منتظم كل ليلة. لحد وقت كتابة المقالة دي سكان الحي اللي وشوشهم كانت مرسومة في الجرافيتي ما تعرضوش لأي تهديد تاني أو كانوا هدف لأي عمل إجرامي، ولسوء الحظ ما تمش القبض على المخرب. بس في نفس الوقت بنحب نطمنكم إن أعمال التخريب انتهت تماماً.
حطيت الجورنان على المكتب. كنت متوتر. المقالة اتكلمت عن لعبة خمن وعن جنود متعلقين في شجرة، حاجة شبه مقالة راس الشجرة اللي جات لي سيحة. هو ليه رسومات الجرافيتي بتشيل لمقالات تانية جات قبل كده في جورنال نص الليل؟ أنا عمري ما حصل معايا كده، مقالات بتشير لمقالات تانية. هل ده تحذير ولا يمكن تهديد؟ معرفش، بس بعد أسبوع لما المقالة دي تتحقق هحاول أعرف. بعد المقالة اللي فاتت بأسبوع، مقالة المقاتل، سمعت في الأخبار عن شركة ألعاب اسمها مرح هتوقف خط إنتاج لعبة من ألعابها، لعبة اسمها المقاتل. أنا عمري ما سمعت عن الشركة دي قبل كده، رغم إنه واضح إنها في نفس حجم شركة فورد بتاعت العربيات، آلاف من الموظفين وتاريخ طويل اتخلق في ليلة. طبعا كان في جرايد محلية مكتوب فيها مقالات عن الأسباب اللي دفعت شركة مرح إنها تاخد قرارها بإيقاف خط إنتاج لعبة المقاتل. طبعا أنا مش المفروض أتفاجئ، أنا عارف إن في مقالات في جورنال نص الليل بتوصف أحداث زي المقالة اللي كانت عن ليلي، وفي مقالات بتتكلم عن ترندات زي مقالة خمن. ومهما كان اللي مكتوب في المقالة ففي الآخر بيتحقق غالبا في نفس الوقت اللي بيوصل فيه الجورنان اللي بعديه. بالنسبة لي الوقت ده بيبقى بعد أسبوع، وده معناه إن مجلس المدينة هيعلن تجديد محطة الأتوبيس الأسبوع الجاي. في نفس الوقت المخرب هيبقى خلص سلسلة أعمال التخريب واختفى، وطبعا كده فرصتي إن أشوف الجرافيتي على الطبيعة راحت. بس المقالة قالت إن هيبقى في صور للجرافيتي على النت، ممكن أتفرج عليها وأدرسها، يمكن ألاقي فيها أي دليل. وموقف الأتوبيس أكيد مش هيمشي من مكانه، يعني هروح أزوره أول ما أعرف مكانه فين. الجرافيتي كان فيه إشارات عن مقالات في جورنال نص الليل، ممكن يكون اللي بيعمل الرسومات دي بيقرأ الجورنال هو كمان، بس إزاي؟ أعتقد إني مش هعرف غير الأسبوع الجاي. عامة أنا داخل أنام، الوقت متأخر والصداع النصفي هيموتني. أنا هنشر الجزء الجاي من مذكرات والدي قريب، بس هو اتكلم عن موضوع الصداع النصفي، صداع زي اللي كان عندي. أنا قلبي هيخرج من صدري، أنا مش عاوز أكمل قراية عشان أكتشف إن سبب موت والدي هو الاحتمال ده بيدور في دماغي من شهور، بس أنا بتجاهله. بس لو كان الكلام ده حقيقي، لو الجورنان هو اللي قتل والدي ووالدتي، لو هو ده اللي حصل فعلا، أنا لازم أدمره. أكيد هلاقي طريقة وهعمل كده عشان أنتقم لهم، وعشان أنتقم لأي حد تاني جاله الجورنان.